السقا يلاحق طليقته، زواج، ضرب ومحاولة صلح تحت الميكروسكوب. مرحبا يا جماعة. آخر ترند صادمني، أحمد السقا وطليقته مها الصغير صاروا موضوع كل السوشيال. مش زواج جديد، مش إعلان مسلسل، لأ، كده بقى فيه بلاغ ضرب وسب ونيابة. ما تخيلش إنه ممكن السقا يحول كوميك حياته لشبه جريمة. يا ترى إيه اللي حصل؟ يونيو 2025 داخل كومباوند في السادس من أكتوبر، مها الصغير الإعلامية حررت محضرا ضد السقا، اتهمت بإيقافها هي وسائقها وضربهما وسبهما داخل المجمع. النيابة استدعت السقا للتحقيق وطلبت تفريغ كاميرات الحماية من المنطقة. بعدها صدر قرار إخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه بعد سماع أقواله. بحسب جهات مقربة من الطرفين، حاولت تفضي الخلاف بشكل ودي حفاظاً على الأبناء، لكن مها الصغير أصرت على متابعة القضية. السقا نشر على الفيسبوك قبل شهرين إن الطلاق صار رسمياً وإنه بيدعم أطفالهم وبيحترم حياتها الجديدة حسب تصريحاته بالحج، ونفى أي منشورات مهينة، وأكد حصول اختراق لحسابه. إيه الخلاصة؟ السوشيال أفرادت صفحات كلها سخرية وقلق. الناس بتتكلم على إنه نجم الأكشن ممكن يفش أكشن خارج التمثيل. اللي يضرب بيحب، مش دايما. المشاكل الكبيرة ممكن تنهي زواج 26 سنة في محضر. النيابة دلوقتي ما بين تحقيق وقضية بلاغ، والسوشيال مازال يتابع. بنضرب خط أحمر بين حياة السوشيال الشخصية والقانونية. الشهرة ما بتحميش من الغلط. أحمد السقا نجم كبير ووشه في كل بيت، بس ده ما يمنعش إن المشاكل العائلية لو خرجت عن السيطرة ممكن تتقلب نيابة وبلاغات وكاميرات مراقبة. يعني الشهرة ساعات بتزود الحرج مش بتغطي عليه. زي ما بيقولوا، ياما تحت السقف بلاوي، بس الفرق إن سقف المشاهير معمول من زجاج شفاف. الطلاق مش نهاية المشاكل، ممكن يكون بدايتها. في ناس بتتصور إن الطلاق نهاية الخناقات، لكن في الحقيقة لو مفيش نضوج وتفاهم، الخناقات بتتحول لمحاضر ومحامين. وده يورينا إن العلاقات لما تبوظ مش دايما بتتفكك بهدوء. الحب لما يبوظ بيبوظ بود أو ببودي جارد.